إذا كريستيانو رونالدو قال لك تعال معي على البيت لا تروح. هيك حكى باتريس إيفيرا عن زميله القديم. بس غريب شو السبب؟ لاعب مانشستر يونايتد السابق شارك قصته من بيت رونالدو لما كانوا يلعبوا سوا في إنجلترا. رونالدو دعاني على بيته بعد التدريب مع يونايتد وكنت تعبان كثير، بس أنا صراحة قررت أروح. وقعدنا على الطاولة وهنا كانت المفاجأة، قدم لي بس سلطة ودجاج، لا عصير ولا أكل. بعد ما أكلنا بلش يورجيني مهاراته في الكرة واقترح علي إنه نلعب تو تاتش، وبعدين رحنا على المسبح وبعدها جاكوزي وبالأخير ساونا. والموضوع كان مرهق تماما، أنا كنت تعبان كثير. فعشان هيك إذا دعاك كريستيانو رونالدو لبيته بس قول لا. إيفيرا اعترف وقال رونالدو عبارة عن آلة، لأنه دايما عنده انضباط ودايما بيتدرب. المثالية خلت عمره 40 سنة داخل الملعب، عم بيحاول يوصل لكأس العالم الجاي، مش بس عشان يلعب، لا عشان يتنافس ويفوز فيه. فهل راح يحقق كأس العالم؟